لا عمت صباحا يا أبا جهل، لقد تحول بيتك داخل الحرم إلى حمام سيدات، ذلك لتعلم أن الجريمة لا تفيد. أبو جهل عمرو بن هشام سيد بني مخزوم أحد سادات قريش، فرعون هذه الأمة، وأكثر من آذى رسولها الكريم صلى الله عليه وسلم، أكثر من صد عن سبيل الله، وأكثر من آذى الصحابة رضي الله عنهم، حتى إنه آذى كمان سادة قريش من الكفار والمشركين. الوليد بن المغيرة سيد قريش لما كلم سيدنا محمد علشان يتنازل عن الدعوة، سيدنا محمد قرأ قدامه القرآن، رجع للكفار يقول لهم محمد بيقول كلام إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. أبو جهل قال له انت كده بقى محمد سحرك، ما بقاش بقى إلا انك تسلم بقى كمان، ما تسلم بقى بالمرة. وضيع حتى أمل إن ممكن الوليد بن المغيرة يفكر في الإسلام، ونزلت فيه الآية إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر. وفي آخر أيام أبو طالب عم النبي سيدنا محمد كان زعلان جدا إنه لسه على الكفر، ودعاه كتير للإسلام. أبو جهل بقى قال له يا أبو طالب لتعايرك بها العرب، وبنفس الطريقة كان أذى وضرر لكل اللي حواليه سواء كان مسلمين أو كفار. النهاردة وداخل الحرم المكي وفي أطهر بقاع الأرض، في المكان اللي بيترفع فيه أذان الله أكبر ولبيك اللهم لبيك، بيت أبو جهل بيتحول لحمام رقم 9، وكأنها عبرة. تخيلوا معايا المكان زمانهم كان شكله إيه. هنا الحرم المكي، ولف كده شوية هنا كان بيت أبو جهل. دي كانت حكايتنا النهاردة عن أبو جهل والتركاية في مكان بيته، وتحول دلوقتي لإيه. تابعونا علشان دايما هنقول لكم على تركات كتير الفترة اللي جاية. أخوكم مراد محمود.